بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني، بعد ما تكلمنا عن حي سان بيير العتيق، اليوم غادي نتكلموا عن حي من أعرق الأحياء في مدينة وهران، ألا وهو حي سيدي عقبة. هذا حي سيدي عقبة سمي نسبة إلى الفاتح العظيم سيدي عقبة الذي فتح شمال إفريقيا ونشر الإسلام في هذه البلاد الطيبة، وخاصة في الجزائر. هذا الحي كانوا يسموه في وقت الاستعمار بسانت أنطوان، نسبة للقديس أنطوان. كما حنا نفس الشيء، حنا عندنا نسمو أحياء تاعنا على أولياء الله الصالحين، هما عاوتاني يسموا الأحياء على ما يعتقدون أنهم قديسين في الديانة تاعهم ولا في الثقافة تاعهم. هذا الحي عنده موقع استراتيجي، خاصة أنه بجانب وبالقرب من مدينة جديدة، من المدينة الجديدة. هذا الحي المعروف بالتجارة ومعروف في جميع التيريتوار ناسيونال تاع الجزائر، وكذلك هو قريب جدا من وسط المدينة، ويتوسطه شارعان معروفان في مدينة وهران، شارع معسكر وشارع تلمسان. هذا الشارع هذا عندهم التسمية تاعهم عندها سبب، خاطر هذا الشارع بكري من تما يروحوا للمعسكر، من شارع معسكر يتوجهون إلى مدينة المعسكر، ومن شارع تلمسان يتوجهون إلى تلمسان وإلى وجدة. سما بكري كانت تسمية الأسماء تاع الشوارع عندها معنى. هذا الحي بكري كان معروف بكثرة الإسبان، كانوا يسكن فيه إسبانيول بزاف، بطبيعة الحال بجانب المواطنين الجزائريين، وعرف بالمجاهدين الكبار والشهداء والناس الثوريين، من بينهم الشهيد زدول إبراهيم. والأبناء مدينة وهران، لي جون تاع مدينة وهران يعرفوه بالسينما الراكس، كما يعرفوه بستاد ماجنتا. هذا ستاد ماجنتا اللي كانوا يديروا فيه بكري دورة ما بين الأحياء، يديروا فيه لي توروا اونتر انتر كارتي، وكان معروف جدا. حي رائع. وانا شخصيا في هذا الاستاد هذا تاع ماجنتا فوت كونكور تاع الحمايه المدنيه في ثمانينات القرن الماضي. هذا الشارع من اروع، هذا الحي هذا من اروع الاحياء في مدينه وهران، وعرف بمعلم من معالمه التاريخيه، الا وهو مسجد الامام مالك. هذا اول مسجد بني في عهد الاستقلال، اللي بنته الدوله في عهد الاستقلال، ومنارة للعلم، ومعروف عتاني بمتوسطة فاطمي الهواري، يعني عنده موقع استراتيجي. هذه نظرة خفيفة على هذا الحي هذا الحي العريق من أحياء مدينة وهران، في انتظار التعريف بباقي الأحياء، وننتقل إن شاء الله إلى المعالم والعلماء تاع مدينة وهران، ونطلب منكم إن شاء الله التشجيع، وهذه بداية وإن شاء الله تكون موفقة. رانا بديناها بحي سان بيير وحي سانت أنطوان. الرجاء منكم المشاهدة والمساعدة والتشجيع والإفادة بآرائكم ومعلوماتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.